يا صباح الفل، يا صباح الهنا. عاملين ايه يا حبايبي؟ يا رب تكونوا كويسين وفي احسن حال. عاملين ايه؟ وحشتوني من اخر فيديو كنا فيه مع بعض. جايه لكم كده بقى النهارده واخر يوم امتحانات. طبعا ده كده كنت بوديه الصبح، وهنا كنا راجعين رحيم. كنت بوديه الصبح الامتحان وقعدت استنيته وجبته وانا جايه. والنهارده اخر يوم امتحانات. يا فرحه قلبي، انا حاسه ان انا اللي خدت الاجازه يا ولاد، مش هو. والله العظيم حاسه ان انا اللي خدت الاجازه. عاملين ايه؟ طمنوني عليكم. رجعت بقى، الفرحه ما كانتش سايعاني، فقلت اعمل ايه؟ حاجه كده. هي حلو حادقه مش حلوه، بس يعني انا كنت ناقعه حمص من قبلها بيوم، وقلت بقى كده نعمل ايه. جو البرد ده، جو هوا بطريقه فظيعه، هوا مع تراب، الجو مصفر قوي. قلت يلا بقى كده نعمل اي حاجه ايه تدفي كده في البرد اللي احنا فيه ده. يعني انا عملت الحمص، نقعته، وبعد ما نقعته ليلة كاملة غسلته كويس، وبعد كده حطيته بقى حطيت مية عليه وحطيته على النار، وبشيل بقى. ما بيغلي كده بيطلع حاجات بيضة كده، بشيلها من على الوش. وهنا بقى ايه، حضرت الخلطة بتاعته على ما يستوي وكده. اول ما بيدخل في السوا بحط الحاجة دي عليه، وهي 4 حبات طماطم، 4 حبات قوطة كده، وبصلاية صغيرة، و4 فصوص توم، وحبة بقى ايه البهارات اقولكوا دلوقتي عليها. معلش ده نوح مفكر ما عمال يتكلم ماما ماما، حاجة غريبة. استنى يا بابا. فهنا بقى كان خلاص قرب دخل في السوا، فقلت بقى احط الحاجة دي عليه عشان كله كده مع بعضيه. بس كان تحفة قوي يا بنات. هنا بقى حطيت عليه التوابل، واللي هي ايه، حمص يعني، كمون وكزبرة وتوم، بس مش كتير عشان قولونه كده، واحنا عارفين الموضوع ده، فمش بنحط توم كتير، بحاول اقلل منه شويه. فحطيت بقى هنا، ومكعب المرقه دوت ده في حته تانية خالص. انا يعني ايه، اول مره كنت احطه بصراحه على حمص بعمله، بس يعني تجربه حلوه. حطيت بقى كزبره وكمون وملح ومكعب المرقه ده، بس كان تحفه 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 يا بنات والله. هنا بقى سبته يغلي. بس هبقى انزلكوا بقى الصور بتاعته، مصوره كام صوره، هبقى انزلها لكم على الانستجرام ان شاء الله. كانوا حبة حمص ألاجة. هنا برضو قبلها بيوم كنت وانا بوديه يعني امبارح، فكنت جايبة لفت، عايزة اخلي اللفت في كل ما بنزل. ثانية واحدة يا بنات، معلش يا بنات، سكت نوح وجيت لكم. فكنت جايبة برضو زي ما والله نسيت، كنت جايبة لفت اهو، كنت عايزة اخلي اللفت، وجبته كده قبلها بيوم وقلت ايه اعمله. وانا بجيب اللفت بجيب بنجرايه كده زي صغيرة كده، باخدها منه فوق البيعة بمعنى اصح. فقمت جايبة البنجرايه دي مقطعاها شرايح وحطيتها تتسلق، عشان ما بحبش احط البنجر كده، بتلاقي كله كده مش لون واحد، فقلت ايه بحب اعمله كده. او ساعات بحب اضربه في الخلاط يعني. انا كنت سايباه ياخد كام غلوه كده لحد ما اتسلق، قمت بقى قافله عليه، وقلت على ما اقطع بقى الايه اللفت يكون هو اتسلق وبرد، يعني على ما اقطع اللفت يكون هو برد. فاهمين؟ معلش والله يا بنات، الجو التراب الجنوب الانفيه خلاص في ذمه الله. وبس كده حلوين. وعملت شويه لفت ألاجة،
ان شاء الله اول ما افتح عليه هفتحه معاكم باذن الله. هنا بقى كنت بقطع اللفت، هنا كنت بقطعه، لا ده هنا تصدقوا انا نسيت. طب بصوا انا قطعته وحطيت عليه شوية ملح ودبل كده، فالمية اللي ببقى الملح اللي بحطه عليه بينزل المية دي، باخد المية مش برميها، وبكمل بقى عليها للبتاع ده التحقيقة بتاعته بمعنى اصح. فزودت بقى كده، بحط بقى في البطرمان واحط الملح، يعني خلي ملحه مظبوط، ما عشان لو ملحه زايد بيتهري، ولو ملحه ناقص بيبقى مش احسن حاجة. فبفضل احط الملح شوية شوية كده وبدوق لحد لما الاقي الملح مظبوط، وبكون حاطه عليه شوية ربع فنجان خل، هتلاقوه دلوقتي فنجان ولا فنجان، والله ما عارفه، فنجان خل واللي هو البنجر ده. انا مش عايزه اعمله بشطه عشان فيروز، والله فيروز ما بتحبش الشطه، مع ان انا بحب اكله بشطه بيبقى حلو، بس عشان خاطر فيروز بتعرف تاكل منه كده فمرضتش ان انا احط عليه شطه. بس يا بنات طمنوني عليكم، انتوا عاملين ايه؟ وبنشكر برضو المشتركين الجداد اللي اشتركوا معانا في القناة، شكرا جدا. واللي يعجبه الفيديو ويتفرج عليه ما ينساش يعمل اشتراك ولايك وشير الفيديو كده يا بنات. انا المشاهدات بس مفيش تعليقات مفيش تفاعل، ليه؟ طيب مش احنا اتفقنا من الفيديو اللي فات ان احنا اللي هنشترك؟ مش هقولكوا انا كنت زيكم كده وبطلت، والقناة اللي بقت بتعجبني وبحبها بقيت اشترك فيها. هنا بقى بصوا كانت المية بتاع ده البنجر برد، قمت واخده بقى المية بتاعته، بصوا بقى هنا، وقلبتها بقى على اهو ربع فنجان صغير كده، وبقلبه وبقوم حطاه بقى عليه وبسيبه كده، هو 7 ايام بالظبط وبناكل منه، مش اكتر من كده. خلصنا الاجازة وهنعمل حبة تنظيفات مش عميقة، في عالم الاعماق كده، هندخل كده جوه الاعماق. بس استاذ نوح عمل لي كارثة هوريها لكم الفيديو اللي جاي، عشان انا كنت هضربه بس رجعت في كلامي، او بابا هو اللي حاش عنه، حبيب ابوه، فابوه هو اللي حاش عنه، بوظ لي الدولاب والله يا بنات. بس هوريها لكم بقى الفيديو الجاي، هصوره لكم. حاسه بقى بتقفل لما حاجه بكون مرتبه، يعني حاجه بتبوظ كده، يعني الحمد لله بتاخد الشر وكل حاجه، بس الواحد بيتقفل كده بيتخنق، وخصوصا المكان اللي انا قاعده فيه ده، والله الواحد تعب ويئس. الحمد لله على كل حال. هنا اهو هو تحس ان هو عايز ميه تاني، بس هو هيهبط اكتر من كده فهيبقى الميه بتاعته مظبوطه. خلصت بقى الليله دي، بس ده كان قبلها، يعني كان تقريبا اول امبارح مش كده، فكان عندي حبه غسيل كده، قلت ايه يلا نشرهم بالمره. والله عندي دلوقتي حالا كده وانا بسجلكوا الفيديو ده، عندي كمية غسيل عايزة تتنشر، يعني هي اتغسلت وسايباها كده بسبب الجو ده، مرتبة ان انا بقى قلت يعني بخلص وبنشر على طول، بس الجو مليان تراب بطريقة مش طبيعية،
فمش هعرف احط غسيل في الجو ده. الحمد لله على كل حال. بس هنا بقى كنت خلصت الغسيل ونشرته. بس كده يا بنات، والله اكتر حاجة عندي بتعملي دوشة هي الغسيل ده. يا غسيل في الغسالة، يا غسيل عايز يتغسل، يا غسيل عايز يتنشر، يا غسيل عايز يتلم ويتطبق. انا بحب انشر الغسيل وبحب اغسل غسيل، بس التطبيق بيخنقني، مبحبوش ولا الم الغسيل من على الحبل ولا انشره، ولا قصدي اطبقه. بتخنق كده، خصوصا ان انا ليا نظام في التطبيق ممل، فمليني انا اكتر برضو. هبوريهولكوا برضو. وبس كده يا بنات، الفيديو يكون معانا خلص. يا رب يكون كده خفيف على قلبكم ويعجبكم. وما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. ولو عجبكم الفيديو شيروه يا بنات مع اصحابكم. باي باي، مع السلامة.